السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية عصير الليمون في المنام. حابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. عصير الليمون في المنام ليه تفسيرات إيجابية وتفسيرات سلبية أو تفسيرات يعني خير، وتفسيرات بتدل على ضغينة أو على شيء بيزعجك. ويلا بينا نشوف التفسير. عصير الليمون في المنام عامة بيدل على علاقة أو علاقات مزعجة أو علاقات سامة بتضر صاحب الرؤية، خصوصا لو كان الليمون طعمه لاذع أو حامض. وعصير الليمون الناضج الطازة الفريش زي ما احنا بنقول كده بيدل على مسؤوليات والتزامات على الرائي، وهيحصل منها على منفعة. أما رؤية عصير الليمون البارد والمنعش فده بيدل على حصوله على خير ورزق كبير بأمر الله تعالى. وعصير الليمون الفاسد بيدل على أعمال نصب واحتيال ومال حرام، والله تعالى أعلى وأعلم. وعصير الليمون في المنام بيدل في المنام بيدل على المتاعب والهموم. أما عصير الليمون الأخضر في المنام فده بيدل على الرزق الصعب، وبيدل حلم عصير الليمون الأصفر في المنام على الكلام القاسي والعتاب والملامة. أما سرقة عصير الليمون في المنام فدي بتدل على أعمال السلب والنهب، واللي بيشوف ان هو بيقوم ببيع عصير الليمون في المنام فده بيدل على قول كلام او لغو هيسبب مشاكل. كمان رؤية حلم اخذ عصير الليمون من شخص فده بيدل على تحمل مسؤوليات الاخرين، وان صاحب الرؤية او صاحبة الرؤية بيتحمل المسؤوليات عن الاخرين. كمان اذا رأيت شخص عارفه في المنام بيديك عصير الليمون فده بيدل على سماع عتاب من الشخص دوت. واللي بيشوف شخص في مجهول بيديه عصير ليمون في المنام فده بيدل على الوقوع في المتاعب. طلب الميت لعصير الليمون في المنام بيدل على عتاب الميت على الحق لتقصيره على الحي لتقصيره في الصدقة والدعاء، ويعني بره في مماته. كمان اللي بيشوف ان هو بيدي عصير الليمون لميت في المنام فده بيدل على الإساءة إليه بالكلام. وقد يدل حلم أخذ عصير الليمون من الميت على تحمل الرائي أو الرائية للمسؤوليات اللي كانت على عاتق الميت، أو نيابة عن الميت هو يتحمل المسؤوليات دي.